ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من قناه مطبخ ميمو سمير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يعود عليكم الايام بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بسكوت البرتقال. معايا زبده، معايا نص كيلو من الزبده، وحط عليها كمان ربع كيلو من الزبده البقري الفلاحي، ومعايا كيلو دقيق. هعمل مقدار الكيلو، حبه نصاصي المقدار دوت. معايا هنا هو 450 جرام من السكر البودره، 4 بيضات، معلقه بيكنج باودر. معايا كمان نص كوبايه من عصير البرتقال، ومعايا رشه برتقال. هسيب لك كل المقادير بالظبط كمان في صندوق الوصف علشان ايه ما تحتاريش وتدوري الطريقه هنا. دلوقتي هبدا كده اشغل العجان معايا، هضرب السكر والزبده مع بعض. وبكده خلاص حطيت كده اهوت السكر والزبده بتاعتي، وزي ما احنا اتفقنا 400 جرام من الزبده و200 جرام من الزبده البلدي. كده اهوت لفتهم مع بعض مع 400 جرام من السكر البودر. هحط لكم مقادير في صندوق الوصف. كده نزلت باول بضايه، هسيبها كده اهوت تتضرب كويس لغايه بس ما تختفي، مش ضرب جامد. تمام. وتطولي جامد في الزبده، احنا ضربنا الزبده كويس، فخلي بالك من الخطوات والتكنيك بتاع الوصفه عشان يطلع معاكي بسكوته هشه وجميله. كده خلاص انا بضرب في اول بيضه. بعد كده هوت بوقف المضرب عندي وانزل بتاني بيضه بالمنظر دوت، والفها تاني لغايه ما يختفي عندي البيض، ولغايه ما يخلص عندي كميه البيض اللي موجود معايا. طبعا ما تنسوش ان حطيت فانيليا على البيض. بنزل دلوقتي بنص كوبايه البرتقال. تمام، برتقال مركز. انا نزلت كده بيه. وبعد كده بشرب البرتقال اللي بيديني ريحه وزود جميله جدا في البسكوته بتاعتي. نزلت كده بكل الكميات مع بعض. بعد كده هوت خلاص لفتهم لفه واحده. الدقيق بقى بتاعي، جبت معلقه صغيره مسح من البيكنج باودر و15 جرام من اللبن البودره. وبعد كده بقلب كل الدقيق بتاعي وبنزل على الخليط اللي انا خلطته. تمام كده اهوت. وبعد كده اهوت بلفه لفتين لغايه ما يبقى جاهز معايا انزله في قلب القمع معايا. وبكده خلاص ادي العجينه بتاعتي، عجينه لينه وجميله جدا. لو لقيتيها سايله معاكي سنه، حطيها في التلاجة، ما تحطيش دقيق، حطيها في التلاجة هتشد معاكي وتبداي تشكلي منها بالقمع. لينه وجميله جدا، سهله وما تاخدش معاكي وقت ولا اي حاجه. عايزه اقول لك الكيلو ربع معايا كميه حلوه جدا، لان البسكوته مش كتيره، البسكوته خفيفه وهشه جدا، وما شاء الله عملت معايا كميه حلوه قوي قوي. عايزه اقول لك والله لو نص كيلو هيغرقوكي كمان. انا كده خلاص بشكل في قلب الصواني والصاجات اللي عندي، بخلص كله وابتدي كده هو احط في قلب الفرن على طول، مش هياخد معاكي وقت ولا اي حاجه. وبكده خلاص ادي كده خلصت كل الصواني زي ما انتم شايفين. انا مولعه الفرن على 180 على الشبكه اللي في النص، وهبتدي اسوي البسكوت بتاعي. وده كده هو شكل الصاجات برضو شكلتها بنفس المشط. انا بحب صراحه البسكوت المشط ده قوي قوي قوي، بحبه صراحه، بفضله يعني. حلو كده، ده بسكوت العيد، مشط بسكوت العيد. فكده خلاص طلع من الفرن وبقى شكله اللون الذهبي كده الجميل زي ما انتم شايفين. بصوا السوا بتاعه سوا جميله، والبسكوته هشه وخفيفه جدا جدا جدا. ان شاء الله لما تجربيه هيعجبك، انا متاكده. وبكده خلاص خلصنا وعملنا احلى بسكوت بالبرتقال بالزبده، حاجه كده مفيش اروع من كده. ان شاء الله لما تجربوه هيعجبكم باذن الله. وده كان شكله حاجه كده اهوت مقرمشه وخفيفه جميل جدا. وانتظروا معايا بقيه شغل العيد. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.